تخيلوا معايا موقع، انا نقول لكم موقع اش كاين اخباري خرج بتقرير مطول، انا قريته كامل، كيوصف ابو خلال الدري اللي السلوك ديالو اكثر واحد عجبنا بين جميع الدراري، مثلو بحال الدراري الاخرين، حكيمي، زياش، بونو، امرابط، حديث ولا حرج، بوفال، جميع الدراري اللي كان هو واحد منهم وجزء لا يتجزأ منهم. هاد الصفحة الإخوان قالت عليه بأنه داعشي سلفي وهابي، واستغل المونديال باش ينشر الدعوة، ومتحجة بديك الأيامات ملي كنا تسجلوا الهدف وكنسجدوا سجدة للشكر، قالت لهم ودي هو استغل كأس العالم باش ينشر الوهابية الإسلامية الإلحادية ما عرفتش شنو تيقولوا. الإخوان حنا راه في دولة إسلامية، لا عندك أخويا شي حقد دافين على الإسلام سير أخويا فرغوا في شغل آخر. واش انت كتعبد بقرة حنا تنقولوك علاش تتعبدها، ولا كتعبد شي حاجة أخرى؟ واش حنايا كنجيو كنعاتبوك نقولوك لا علاش تعبد هادي؟ أخويا حياتك هادي عبد فيها اللي بغيتي، خلي ناس بأنهم يعني يعيشوا حياتهم. علاش انت اجي تقول لنا الدري وهابي سلفي هادي داعشي، وصفوه بالداعشي؟ والله العظيم الجامعة الملكية لكرة القدم دارت شغلها ومشات المسطرة القانونية، قالت لهم غنمشيو معكم المسطرة القانونية بأن الدري كان من بين أحسن الدراري اللي كانوا في المونديال، وكان السلوكيات ديالو رائعة، ورا كل شيء كيشهد على ذلك. والاستقبال الملكي في حد ذاته، كون كان واحد الداعشي غيتستقبل في القصر وغيستقبلوا الشعب، داعش كلشي تيعرف بانها راه صناعه غربيه. واش تضحكوا على عباد الله ولا شنو؟ كتسحبونا حنا ودنينا طوال ولا شنو؟ كنعرفوا هادشي. داعش راه ما خلقاش الاسلام والمسلمين، داعش راه خلقوها الغرب لاهداف هما تيعلموا بها، الله اعلم شنو داكشي. يعني بلا ما تجيو تبداو تطاولوا على عباد الله. منتخب يلاه فرحنا وصل النصف النهائي وبان المغرب في ابهى حله واجمل صوره والناس عندهم ثقافه ديالهم. واش ما تيبانش لك ميسي بانه ملي كيبغي يدخل ولا كيسجل كيبان لك كيدير الثالوث؟ علاش ميسي كيدير الثالوث؟ علاش رونالدو كيدير الثالوث؟ علاش الدول الغربيه كيديروا الثالوث؟ كيبان لك كيدير حتى شي واحد ما كيهضر عليه. علاش نتوما شفتوا واحد كيوحد الله وكيهز السبابه ديالو بحال ما هكا وشفتوه كيسجد سجده شكر لله عز وجل، وشفتوه بانه مع الخطيبه ديالو ولا الزوجه ديالو اللي كانت دايره النقاب، لانه هو ماشي فرض عليها النقاب، هي اختارت حياتها هكاك وهو شافها هكاك عجبته هكاك لانه هو باغي هذاك النوع، ومشى عندها وكانت ابهى صوره عطاها هو وجبران مع الوالده ديالو الله يحفظها ويخليها ليه، وهو عطاه الصوره ديالو مع الزوجه ديالو. حنا كمسلمين كنحترموا كل شيء، المسيحي، اليهودي، المسلم، البوذي، حياتك اخويا، انا لا اتحمل وزرك. علاش تنوضوا تبداو تضربوا في عباد الله؟ علاش تنوضوا هكاك تبداو تضربوا في عباد الله؟ وهابي، داعشي، سلفي، جهادي، شنو هي المصطلحات ولا شنو؟ وهما شنو دايرين فيها بحال هما اللي باغي ينقذ الدوله. قال لي مودي حنا الدوله اللي تبنات على الوسطيه السمحه وكذا وكنبوها من هاد خونا في الله، شنو مالو عنده القنابل النوويه غيجيب المغرب وينفجر هنا ولا شنو؟ راه غير دري دار مونديال، عنده قناعات ديالو ومسائل ديالو، سجل هدف، احتفل بطريقته كما كيحتفلوا، كله كيحتفل بطريقته. كاين اللي كيحتفل كيشطاح، كاين اللي كيحتفل كيرقص، كاين اللي كيحتفل كيرولي في السماء، كله كيفاش كيحتفل بطريقته. علاش نتوما باغين؟ وعلاش اخويا بانت لكم هذيك اللقطه ديال انها مع الزوجه ديالو وديك اللقطه ساجد وديك اللقطه موحد؟ قال لك حقه، شوف قمه الغباء، قال لك حقه جر معاه وحدين اخرين، جر معاه الصابيري والاخر والشاعر اللي بانوا في هذيك اللقطه موحدين، وزادوا علقوا على هذيك القضيه ديال فاش مصور هو مع الشيخ ذاكر نايك، الداعيه ذاكر نايك. علاش نتوما ما شفتوش مع الام ديالو؟ ياك الام ديالو متحرره من الناس اللي كتبغيو نتوما كتحقدوا على شي واحد متدين، كتحقدوا عليه قمه الحقد.
ياك شفتوه مع الام ديالو في القصر الملكي يعني مستضيفهم جلاله الملك. علاش ما علقتوش بان داك السيد راه الام ديالو اختارت، واخا الام ديالو اختارت الطريقه وطالقه الشعر ومتحرره ولابسه السروال وهادي ما كانت عنده اوكين رياكسيون. انت عايشه حياته وهو عايش حياته، هو اختار حياته كيف ما بغى، حافظ لكتاب الله، ملتزم بدين الله، كيلعب كره، ما كيجيش كيقول لهم هزوا قتلوا ولا ما عرف شنو ديالو. لا حوا احنا بدينا التشويش من الاول، بداو كيشوشوا على المنتخب من الاول. هاد صراحه المسؤولين صراحه خاصهم يضربوا بيد من حديد على بحال هاد المتطاولين هاد المتطاولين اللي كيطاولوا على الاسياد ديالهم، اللي كيطاولوا على اللي رفعوا الرايه خفاقه شاف العالم كامل، اللي كيطاولوا على المبادئ ديالنا نحن كمسلمين، وعلى الامهات ديالنا اللي والاباء ديالنا اللي نعطاو ابها صوره وابها حله، وصلوا ماشي وصلوا، ما بغيناش حنا ندخلوا الاسلام ولا ندخلوا المسيحيه ولا ندخلوا اليهوديه، راه كلها اش غندخلك انا، اش كتعطيني، اش غتعطيني ولا غتخرجني انت، اش غتعطيني؟ كل واحد راه كيعيش بقناعات ومبادئ ديالو. علاش نتوما غتوصفوا عباد الله بالداعشي وبالسلفي الجهادي؟ راه بزاف اصاحبي، راه حنا بدينا، راه كما قلت انا قبل بانهم هما هذا المنتخب ما غيخليوش، راه كونوا على يقين ما غاديش يخليو، راه ما غاديش يخليو، راه هذا المنتخب غادي يفرتكوه يفتوه باي طريقه كانت. علاش؟ لانهم هما حقدوا قبل الغرب. راكم شفتوا في الغرب بهذوك الاحتفالات اللي احتفلوا الدراري، راه كان كل شيء في الغرب تعضوا، كانت غتفرق عليهم المراره ديالهم، لدرجه ان واحد الاذاعه ديال الوالت الالمانيه وصفات ابو خلال وصابيري والشاعر بانهم دواعش، فاش كانوا هازين الرايه ديال البلاد وهازين السبابه. لمجرد انك تهز يدك بحال ما هكا داعش، ولهذا خلقت داعش خلقت بعبع باش تبقى خلع عباد الله، باش انسان لا ربى اللحيه ولا ربى الدقن ولا داكشي كيوليو يقولوا لي في الزنقه داعشي. لكن كنشوفوا الناس عندهم لحيه تيقولوا فينا داعش، بحال ما هكا كيقولوا فينا داعش. انسان راه عنده قناعات ديالو وعنده مبادئ ديالو. يعني الا بغيتوا تاخذوا شهره ولا بغيتوا تشوفوا شي حاجه، ما تبداوش تضربوا في العقائد وتضربوا في عباد الله. شوفوا لكم شي حاجه، نتوما راه ما كتمثلوش ولو جزء في المية من الصحافه اللي صحافه بصح. نتوما غير مجرد ادوات، غير مجرد مسترزقين. من هذا المنبر انا نقول لكم نتوما غير مجرد مسترزقين، لان الضرب في الناس راه ما يمكنش. كل عنده مبادئ ديالو، كل عنده قناعات ديالو، ما يمكنش انا نجي نغير قناعات الواحد علاش حيتاش ما عجبنيش. حنا ولو كان منتخب فيه واحد يهودي ومسيحي هذيك حياته، علاش ضروري خاص يكون مسلم عاد يلعب في المنتخب؟ لا ضروري انت تلقاه متحرر ومرته عريانه وصدرها باين كامل وبين المفاتن ديالها كاملين، عاد يعجبك الحال وتقول ها والله الا رجل وهادي اجيو استضفوا ولا اجيو يديروا ليه. ضروري خاص يكون متحرر، ضروري خاص يكون هادشي، ما يكونش مسلم هو، ما يكونش هو عنده قناعات ديالو. كل واحد نحطوه في جهه ديالو، كل واحد عنده قناعات ومبادئ ديالو. وقالوا لي ملحقا استغل المنتخب باش يعني يدير الدعوه ديالو. واش المنتخب ملحدين؟ المنتخب مسلمين، راه هما ناس مسلمين. احنا ما كنشوفوش محمد صلاح النجم المصري ملي كيسالي ماتش ولا كيسجل هدف في ليفربول كيمشي كيسجد شكر لله وكل شيء كيصفق مو صلاح وكيصفق عليه. علاش هذا الحقد الدفين؟ احنا راه كنا قلنا الغرب وما ديك الصحافه ديال الغرب هما اللي كيطاولوا على الدراري من عندنا وداك الشيء حتى شافوهم وصلوا وكذا وكذا، وما حبوهمش، هما ما حبوش حتى المونديال يتنظم في قطر، في دوله قطر. علاش؟ وجاوبتهم قطر باحسن مونديال في التاريخ. شي حتى المونديال 2026 اللي غيتنظم في كندا والمكسيك وامريكا ما غيتنظمش بحال مونديال قطر. علاش اخويا كتنوضوا تضربوا في عباد الله؟ علاش؟ عيب اصاحبي، هادشي اللي كديروا فيه راه عيب. ناس عندها مبادئ ديالها، قناعات ديالها. عجبك اخويا تابع ما عجبكش علاش كتشوف حتى الحوايج اللي بغيتي تشوفو؟ علاش ما شتيش مع الام ديالو؟ ما شتيش مع الام ديالو قدام جلاله الملك؟ ما شتيش نوريوك الفيديو، نوريوك اللقطه.
ها هي نوريوها لك، نعطيوها لك نوريوها لك. ولا حول ولا قوه الا بالله. راه كما قلت لكم هذا المنتخب شي حاجه اللي كتشرف البلاد وتمشي بعيد، وديك الشيء راه ما تيخليوهاش، كيجلسوا عليها تيحيدوها. كونوا على يقين